كتبت لكم بستوري اسألوني، واحد متابعين سألني سؤال مميز وعميق جدا والكل العالم عنده فضول تعرف جوابه، واللي هو انه الانسان بس يموت بيعرف انه مات او لا. بهذا الريل رح جاوبك على هذا السؤال بشكل مبسط وسلس يا عزيزي المشاهد. بداية قبل ما نبلش بالريل حط لنا لايك على You are not here to watch. You are here. الجواب اعزائي المشاهدين هو نعم، انه الانسان بس يموت بيعرف انه هو مات، بس ما بيعرف اللي نحن بنعرف. كيف يعني يا ياسر؟ يعني بلحظة خروج الروح تنكشف له الحقيقة المطلقة الكاملة. يعني لما تطلع روحه من جسمه بيشوف جسمه متمدد وانه هو ميت والعالم عم تبكي حواليه، بس العالم مش شايفته لانه هو صار بكون غير كوننا الفيزيائي المادي. يعني مثلا تعال نجي شوي للاسلام عزيزي المشاهد. اللحظه اللي مات فيها انتقل لحياه البرزخ. حياتهم بالبرزخ مختلفه جذريا عن حياتنا الواقعيه، والدليل من القران نفسه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبحسب تحليلي وتفسيري انا لهي الايه، البصيره بتصير حاده بناء على فبصرك اليوم حديد. يعني العين صارت بتشوف شغلات أكثر حدة من الحياة الواقعية بحياة البرزخ. فبصرك اليوم حديد، فمعناتها كشفنا عنك الغطاء، أنت قادر تشوف شغلات لا مرئية أيضا. فهون بتدرك أنك أنت ميت. بالمسيحية أيضا يقال أن الروح تدرك لحظة انفصالها عن الجسد وبتبدأ رحلة نحو الملكوت أو انتظار الدينونة. بتحبوا أشرح لكم شو يعني؟ أكيد مش رح تقولوا لي لا، يلا نشرح. يعني الروح بتبدأ برحلة. الصالحون يذهبون إلى الملكوت، الملكوت تعني الجنة، ومن يحتاج إلى تطهير يذهب إلى مرحلة المطهر. حكيت لكم عنها بفيديو سابق صح؟ والمتطرفون يذهبون إلى النار. هيك كلنا متفقين يعني يا جماعة. وأنا عم بدرس عن الموضوع حبيت هيك كوع شوي عند البوذية، وفعلا شيء يعني يستحق التأمل به بعمق. الحياة عندهم هي نمط طقوس. هلا كلنا بنشوف طقوس البوذية اللي هي التأمل. قوة يعمل هيك، هاي اسمها الاستنارة. فإذا متت وأنت مش مستنير فبترجع بتخلق لتشوف مرحلة وعي ثاني. كمان نفس الشيء بضلك هيك لتستنير، وبس تستنير بتتحرر كامل. هاي مفهوم الإنسان بس يموت عنده، بيعرف إنه مات ولكن بيرجع بيخلق إذا ما كان مستنير ليرجع. يعني مراحل الحياة هي عبارة عن مراحل وعي. إذا ما وعيت من أول مرة بتوعى من ثاني مرة لا توصل للاستنارة اللي هي الآلهة عنده. فأنا بمنظور الشخصي يا عزيزي المشاهد شفت المحيط كيف فيه الأمواج بتتلاطم الأمواج ببعضها وبتطاير المي وبترجع بتنزل بالبحر وهكذا. أنا عندي مفهوم الحياة لما تضرب الموجة ويتطاير المي بالسماء. شفت هاي نقطة المي اللي بتتطاير بالسماء؟ أنا بعتبرها هاي حياة الإنسان. بطير الإنسان لفوق، هاي حياته، ورجعته الموت لما يرجع للمحيط المكان اللي طلع منه، عودته لمكانه الأساسي اللي هو المحيط. والشاطر يفهم. كان معكم أخيكم آسر، بيس.